السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. قبل ما نبدأ صلوا وسلموا على رسول الله. مازلنا مع سلسلة الوصفات الرمضانية. كما راكم تشوفوا اليوم عندنا طاجين الزيتون بحلة جديدة. نبداو الوصفة. في طنجرة درت شوية زيت، نديرو حبة بصل رابي، نديرو لي زيبيس، راس الحانوت، الكركم، الكاري الدجاج وفلفل عكري، حبة جامبو، وزيدوا شوية لاموطارد اللي كانت متوفرة عندها الدير، واللي ما عندهاش معليش باسكو راح يزيد الطبق بنة مليحة. هنايا ضفت 3 حبات زرودية، رافقتهم بشوية زيتون. ديروا نتوما اللي متوفر عندكم، تقدروا ديروها بالزيتون وحدها تجي مليحة بزاف. ومن بعد نمرقوا بالما يكون سخون، فوالا، ونغلقوا عليها ونزيدوا للنار ونخلوها طيب. في ريسيبيون نحطوا صدر دجاج مرحين، نكسروا له حبة بيض، نضيفوا له لي زيبيس اللي ذكرتهم سابقا، وشويه لاموطارد ثاني، نضيفوا شويه معدن وزوج معالق لا شابيور. تقدروا تخدموها في الدار بالخبز اليابس ولا تشروها راهي تتباع. ونضيفوا شويه زيت. هنايا غليت 3 حبات بطاطا، عبزتهم هكا، زدت لهم لي زيبيس اللي ذكرتهم سابقا، ونخلطوها حتى يتجانسوا المكونات تاعنا. نجيبو الخليط تاعنا، نبداو نديروهم دائرات هكا، كويرات، احشوهم لداخل بشويه فرماج الا كان عندكم. هنايا كي نكملوا لي بول تاعنا نديرو نغطسوهم في البيض، من بعد في لاشابلور ولا فرينه كما تحبوا، من بعد في البيض ومن بعد في لاشابلور. عاودوا هذا الخطوه 2 مرات باش ما يتفتحوا لكمش في المقله. لو كان ما ديروهمش في البيض يتفتحوا لكم في المقله. انا نكمل الحبيبات تاعي اللي بقاو لي ونقليهم ونروح للمرحله الاخيره. نحطوا البابي فيلم ونحطوا فوقه البولي اشي هذاك. لازم تعاونوا يديكم بشويه زيت باش ما تلصق لكمش. ديروا الكميه كامل، ومن بعد لازم تكونوا وجدتوا سارسو. من الاحسن يكون سارسو دائري ماشي كيما انايا ما كانش متوفر عندي. ودرت بالقالب تاع الكاطو. فوالا تعبتني شويه، ما جاتش سهله. وزيد الطبقه لازم نديروها شويه خشينه. وتكملوا على نفس الطريقه. هنايا لازم نعدلوها مليح في الطابع، والزوائد هذوك نحوهم، وكما قلت لكم ديروا طبقه خشينه شويه. هنا نكون وصلنا لاخر لا فيديو. نتمنى يكون عجبكم. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. سلام.